يا مساء الفل. النهارده هنبدأ حلقتنا مع كابتن ميزو العالمي. الحقيقة اتعودنا من كابتن ميزو على تصريحات كلها متناقضة على مر الزمن، تصريحات تخص الأهلي، تصريحات تخص الزمالك، تصريحات تخص مرتضى منصور وأولاده، تصريحات تخص أي حاجة. مش هتعرف توصل مع كابتن ميزو لأي حاجة، كلها تصريحات عكس بعضها. وعشان يبقى كلامنا موثق وبالفيديوهات، تعالوا نشوف كده اول حاجه واول نقطه الفروق ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك من عقل كابتن ميزو ومن تصريحات كابتن ميزو. بقى الكلام اللي انا هقوله لكم دايما هيتصدر لك فكره ان المنافس المباشر بتاعك في حته بعيده. ده مش حقيقي. هيقول لك طب ما الاهلي ده ثالث العالم، ده صاحب برونزيه كاس عالم للانديه. دي حاجه ودي حاجه. يعني يا كابتن ميزو، حضرتك شايف ان الاهلي وصوله كاس عالم للانديه 8 مرات وفي طريقه للتاسعه، وهيبقى كمان موجود في العشره، وبطولات افريقيا وملاقاته بايرن ميونخ وملاقاته ريال مدريد، وكمان الحديث عنه في وسائل الاعلام العالميه وفي قناه ريال مدريد الرسميه نفسها. كل ده ما يعملش اي فوارق بينه وبين الزمالك اللي ما بيخرجش من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. ازاي يا كابتن ميزو الكلام ده؟ طب ممكن تراجع نفسك مرة تانية، يعني دورها كده في دماغك وتعالى لنا بالتصريح العكسي. التواجد في كاس العالم للانديه بيقلب النادي ان هو بيبقى جلوبال. ده مهم جدا بالنسبه للجماعه بتوع الماركتينج وبتوع البراندنج او الناس بتوع التسويق او بتاعه. طبعا الشباب اللي شغالين يعني في المجالات دي فاهمين الكلام ده كويس جدا، ان بيفرق قوي وانت بتسوق البراند بتاعك. ما هو الاهلي ده براند والزمالك براند والمفروض الاسماعيلي براند والاتحاد، النادي اللي ليه تاريخ ده براند. هو اي نادي براند، لكن النادي الانديه التاريخيه الجماهيريه الكبيره دي ده براند كبير قوي. البراند ده بيكبر ازاي؟ بيكبر لاسباب كتيره جدا، لكن واحد من اهم الاسباب ان انت تحاول ان انت تقلب البراند ده يبقى جلوبال. يعني ايه يبقى جلوبال؟ يبقى دولي، يبقى عالمي. بيبقى عالمي ازاي؟ ان هو بيلعب الفرق العالميه تحت مظله الاتحاد الدولي. اظن مفيش حاجه احلى من كده. هو فعلا والله مفيش احلى من كده، كل حاجة وعكسها، ميزو ميكس كل حاجة والعكس. طب يا كابتن ميزو، يعني بغض النظر عن التضارب الغريب في كلامك عن كاس عالم الانديه واهميته من عدمها، وقد ايه بيفرق وبيخلي النادي جلوبال، وقد ايه ما بيفرقش في الفوارق ما بين الاهلي والزمالك وما تبقاش عارفين نمسك لك تصريح، لكن يمكن كابتن ميزو قصده ان الموضوع مش في البطولات، وانه يقصد ان مفيش فروق ما بين الاهلي والزمالك في العقليه، في منتاليتي اللاعبين، في شخصيه اللاعبين جوه الملعب. يمكن يقصد ان البطولات دي اللي صنعها استقرار اداري في النادي الاهلي، مقابله عدم استقرار اداري وحل مجالس ادارات في نادي الزمالك وما الى ذلك من كلام، يعني وان الفروق ما بين شخصيات اللعيبه في الاهلي وفي الزمالك وفروق المنتاليتي والشخصيه هي دي اللي ما فيهاش فوارق. يمكن ده هو اللي يقصده كابتن ميدو. عايزك تشوف الفرق تاني يوم. محدش يزعل مني، الناس الزمالكاويه محدش يزعل مني، لكن انا بقول لكم واقع وبقول ده من غيرتي على الزمالك. عايزك تشوف الفرق تاني يوم ما بين الاهلي لو خد الدوري، تاني يوم اللعيبه راحت التمرين ازاي، وتاني يوم لعيبه الزمالك راحت التمرين ازاي. فرق. لعيبه الاهلي كسبت البطوله، احتفلت النهارده، تاني يوم اليوم خلص. انا لازم ان انا افكر في اللي جاي ان انا اكسب. نعم. الزمالك لا. الزمالك اللعيبه خدت الدوري، تاني يوم مش هنزل التمرين الا لما اخد مستحقاتي، تالت يوم احتفاليه مش عارف ايه، رابع يوم بتاع الهانج اوفر بتاع البطوله. الهانج اوفر بتاع البطوله بياخد مسافه طويله جدا. فبتيجي النهارده لما تيجي تنافس في بطولات تانيه بتخسر. بالظبط كده، السب ووفر بتاع البطوله بياخد مسافه طويله جدا. السب ووفر بتاع البطوله بياخد مسافه طويله جدا، عشان كده بتيجي يجي الزمالك يشارك في بطولات تانية يخسر. ده كلام كابتن ميزو ردا على كلام
كابتن ميزو. والحقيقه كابتن ميزو مش بس عنده تناقضات غريبه في الفوارق ما بين الاهلي والزمالك، وانه مره يقول كده ومره يقول كده ومره يرضي ده ومره يرضي ده وما تبقاش قادر تفهم له على موقف، لكن الحقيقه كمان اراءه المتناقضه والغريبه دايما بتبقى في الصفقات السنويه كل موسم بتاعت الزمالك. دايما يبقى عنده اراء عكس بعضها، مش بس في نفس الصفقات، يعني نفس اللعيبه او نفس الصفقات لو علاقته بالمستشار مرتضى منصور واولاده علاقه جيده هتسمع راي تاني خالص، ولو علاقته بالمستشار مرتضى منصور واولاده علاقه سيئه هتسمع راي تالت خالص. طب ما تيجوا نشوف. يعني وهجوم شديد جدا من شريحه من جمهور الزمالك على رئيس النادي وعلى المشرف العام على الكوره. الحقيقه الهجوم ده يعني خلاني استغربت جدا ان ازاي رئيس نادي ومشرف عام على الكوره زي مرتضى منصور وامير مرتضى منصور بعد النجاحات الكبيره اللي عملوها في الفتره الاخيره ان هو يكون يعني بيتوجه لهم اللوم والهجوم الشديد ده بعد الاعلان عن الصفقات الجديده في نادي الزمالك. لا بصراحه يا كابتن انا معاك في دي. لا، الاحترافيه بتقول يا جماعه ما نحكمش على صفقه قبل ما تبدا. الصفقات في الاخر دي كلها اسماء جايه، ما نقدرش انت كجمهور قاعد ما ينفعش تحكم عليها كده قبل ما تنزل الملعب وتلعب كوره. كابتن ميزو عنده رؤيه مختلفه، خاصه بعد النجاحات الكبيره لرئيس مجلس الاداره والمشرف العام على الكوره اللي نجاحاتهم سابقاهم واسمهم سابقهم، فما ينفعش ان احنا نحكم على صفقات هم ادرى بيها جايبينها قبل ما الموسم يبدا. طب يا ترى بقى بعد ما الصفقات دي بدات والموسم اشتغل وبدات المباريات وبدانا نشوف على ارض الواقع، طلع كلام الجمهور هو اللي صح ولا كلام العالمي هو اللي صح؟ الصفقات دي تاثيرها في الملعب مع نادي الزمالك كان عامل ازاي؟ ورد فعل العالمي كان عامل ازاي؟ انا بقول لكم فرقه الزمالك دي بالمنظر اللي هم ظهروا بيه النهارده اللعيبه دي اخر همها ان هو يبقى كويس في الملعب. بتبان يا جماعه، بتبان من القتال، بتبان اللعيبه عايزه ولا مش عايزه. اللعيبه دي بتاعت الزمالك دي مش عايزه. طب يا كابتن ما الجمهور قال كده من الاول وانت هاجمته وقلت على ان ما ينفعش نحكم على الصفقات، ده الجمهور كان عنده رؤيه اكتر منك يا عالمي بقى. طب يا ترى هل راي كابتن ميزو في الصفقات بتاعت الزمالك بس هو اللي فيه جدل كده وفيه تناقضات، ولا عنده كمان اراء في الصفقات اللي اوريدي بتبقى لعبت وخدت احتكاكات في النادي الاهلي؟ ما تيجوا نشوف كده راي العالمي في صفقات النادي الاهلي بعد ما لعبت سيزون و2، رايه ايه فيها وتقييمه ايه ليها. طاهر محمد طاهر 30 مليون جنيه لا يصلح للعب النادي الاهلي. بيرسي تاو 2 مليون دولار لا يصلح للعب النادي الاهلي. حسين الشحات 5 مليون دولار لا يصلح للعب النادي الاهلي. طيب تعالوا اجمع لكم كده اللعيبه اللي الزمن اثبت، مش انا، سيبك من البطولات، الزمن مش انا اللي قلت، انا قلت كده اول لما الاهلي اتعاقد معاهم. طبعا الفيديو ده كان من سنه. خليني بقى يا كابتن ميزو انا جيت لك من المستقبل وبقول لك ان بيرسي تاو خد 10 اعلى معدل مشاركات في الاهداف في بطوله افريقيا السنه دي ب10 اهداف، 5 اهداف و5 اسيست. وخليني اقول لك ان حسين الشحات واخد 3 شامبيونز ليج مع النادي الاهلي، وشارك مع النادي الاهلي في 3 بطولات كاس عالم، وواخد 2 برونزيه مع النادي الاهلي، وكمان مهدف في كاس العالم مع النادي الاهلي، وكمان هو صاحب ضربه الجزاء الشهيره ضد ريال مدريد في كاس عالم انديه. واما بالنسبه لطاهر محمد طاهر فهو اللي جاب السوبر الافريقي للنادي الاهلي، وده غير انه طبعا احتفال السطلانه ده يعني ده لوحده انجاز. لكن انا عايز اسالك يا كابتن ميزو، الحكم الغريب ده على الصفقات، المفروض انك كوتش كبير ودلوقتي يعني دربت ما شاء الله 4 5 6 7 فرق، صحيح ما عملتش معاهم اي حاجه وما عملتش اي انجاز، بس في الاخر المدرب مش هو كل حاجه. في مجالس ادارات بتبقى وضعها صعب، وفي بيبقى في تغييرات، وفي لعيبه مش الكواليتي احسن حاجه، وفي الاخر القماشه اللي في ايد كابتن ميزو هو اللي يعني هو اللي بيستخدمها، سواء قماشه ساعدته او قماشه ما ساعدتوش ما نقدرش نحكم عليه، لكن في الاخر ما نقدرش ننكر انه عالمي. يا ترى يا كابتن ميزو اتعلمت فين رؤيتك للعيبه اللي كلها الحقيقه يعني ما فيش ولا واحده فيها بتلفق ابدا، سواء في لعيب زمالك في لعيب اهلي؟ لعيب الزمالك تدافع عنه قبل ما يجي يا عيني يخش الموسم تلاقي اي كلام، لعيب الاهلي تهاجمه تلاقيه عامل انجازات. فاحنا مش عارفين الرؤيه الثاقبه دي للعيبه اتعلمتها فين؟
انا اتعلمت ده في اياكس. لا ما دام في اياكس ما نقدرش نتكلم الحقيقه. طب احنا هنحاول نعدي الحته بتاعه تقييم اللاعبين دي يا جماعه، لان برضو احيانا بيبقى فيه لعيب موفق لعيب مش موفق، فما نقدرش يعني الحكم ما نقدرش ان احنا ناخد او نقيم الشخص او نقيم اراء الشخص بناء عن تقييمه لبعض اللاعبين. في حاجات بتبقى فيها توفيق وعدم توفيق، فخلينا نتخطى الحته دي. لكن اللي مفيش خلاف عليه ان كابتن ميزو اتعلم الاحترافيه بره على اصولها، معظم عمره قضاه بره، فالحقيقه اكيد الاحترافيه عنده عاليه بغض النظر عن الاراء زي ما قلنا في موضوع تقييم اللاعبين. لكن اكيد كابتن ميزو عارف الفرق ما بين يعني ايه مدرب ويعني ايه كوتش ويعني ايه لاعب، وعارف ان المدرب مدرب وان اللاعب لاعب. ويا ريت يا جماعه ما حدش يجيب لي سيره عن موقفه القديم مع كابتن حسن شحاته، لانه كان لسه صغير وكان طايش. دلوقتي هو بقى كوتش كبير واعلامي كبير، درب فرق كتيره، اشتغل في قنوات كتيره، عنده خبرات تراكميه تخليه يقدر يفرق كويس قوي ما بين اللاعب وما بين المدرب. المشهد ده لا يليق بنادي الزمالك ولا يليق بتاريخ فيريرا. ان انت وانت مغلوب 1-0، انت النهارده، انا عايز اسال سؤال، انا النهارده كلاعب مثلا، انا زيزو او انا حمزه المسلوسي، انا لو انا في الملعب وبلعب ناحيتك وبصيت كده بره لقيتك بتضحك، المدير الفني لو دخلت بين الشوطين زعقت لي، اول حاجه اعملها هشتمك، هقول لك ده انت بتضحك، بتهزر. لا اكيد انت اللي بتهزر، لا مش ممكن. هو انت بتحرض لاعب على الهوا انه لو المدرب زعق له في اوضه اللبس يشتمه مهما كان المدرب ده عمل ايه؟ انت بتطلب من لاعب على الهوا او بتقول انك لو مكان اللاعب ده والمدرب زعق لك في اوضه اللبس هتشتمه؟ يا راجل ده انت كان عندك برنامج اسمه اوضه اللبس وعارف يعني ايه اوضه لبس، ده انت محترف كبير يا كابتن ميزو، ده انت العالمي، ينفع تقول كده على الهوا؟ طب انا عندي سؤال، لو انت وانت بتدرب الاسماعيلي سمعت اعلامي في التلفزيون بيقول ان انا لو مكان لاعب الاسماعيلي ده ودخلت الاوضه وكابتن ميزو زعق لي انا هشتمه، ايا كان انت عملت ايه، بذمتك كده وانت قاعد في منصتك الاعلاميه دي هتقول عليه ايه؟ عيب اللي انت بتقوله ده، عيب بصراحه، قله ادب. طب انت شايف يا كابتن ميزو تاثير ده، تاثير جمله زي او التحريض اللي انت عملته ده وانت بتقول لو انا مكان زيزو او مكان المسلوسي هضربه في اوضه اللبس، او سوري انا اسف هشتمه في اوضه اللبس، ده تاثيره ايه على النشء الصغير بتاعنا؟ تاثيره ايه على الناشئين وانت راجل كنت لاعب كبير؟ تاثيره ايه على اطفالنا وهم قاعدين بيسمعوا اعلامي كبير كان لاعب كبير وعالمي وحتى الان هو مدرب واعلامي كبير بيقول لو انا مكان اللاعب ده هشتم المدرب في اوضه اللبس لو كلمني او زعق لي او انتقدني؟ تفتكر ده تاثيره ايه على اطفالنا؟ بلاغ للساده المسؤولين والجهات المعنيه، ارجوكم اطفالنا في خطر. طب انا كابتن ميزو هسيبني من كل الكلام ده كله، انا عايز اعرف انت مع مرتضى منصور واولاده ولا انت ضد مرتضى منصور واولاده؟ اصل انا بصراحه شفت لك كام فيديو ما عرفتش حاجه، تهت ما بقتش فاهم انت معاه ولا عليه. ممكن توضح لنا بعد اذنك عشان نرسى معاك على بر؟ ولا حاجه، لا انت ولا ابوك، انتوا كلكم ولا حاجه، عيب لان ما حدش يعمل معانا كده. وانا هعلمه الادب، امير مرتضى هعلمه الادب يحترمه، واللي رباك وان انتوا ما تحترموش الناس الكبار راجل عرباطي. انا بقول ان امير مرتضى كادر مهم جدا جوه نادي الزمالك، ما ينفعش ان نادي الزمالك يخسروا ابدا سواء في وجود المستشار مرتضى منصور من عدم. وامير طلب يقول لك هنا بلد الفريق هنا، انت مين يالا؟ انت مين؟ انت ولا حاجه. امير مرتضى علمه الادب يحترمه، واللي رباك وان انتوا ما تحترموش الناس الكبار راجل عرباطي. تمام؟ يبقى المستشار مرتضى منصور واحد من انجح رؤساء الانديه اللي جم في تاريخ الزمالك. بص يا كابتن، انا ما عنديش اي حاجه الحقيقه اقولها لك اكتر من اللي قالها الفنان الكبير عباسط حموده. انا مش عارف انا كنت فين، انا مش انا.
وفي النهايه بشكركم وبشكر كابتن ميزو على وجوده معانا النهارده، وباكد مره تانية ان اي سخريه بتتم في الحلقه هي بتتم من المواقف ومن الطرح، مش من الاشخاص ابدا اللي كلهم على راسنا من فوق. مع السلامه.